يلا بسم الله. اول مشروب هو العرقسوس. دي كوبايه عرقسوس وعليها سن من الكربونات الصوديوم، وهنبدا ننزل عليه بالميه سنه سنه لحد ما نكون عجينه. هوريكم شكلها عامل ازاي، زي العجينه الصينيه كده بالظبط زي ما احنا شايفين كده. خلاص العجينه بقت تمام جدا معانا والعرقسوس اتعجن كويس. هنجيب مصفى وهنحط عليها شاشه او اي قماشه نضيفه عندك، بس تاخدي بالك ان الشاشة دي او القماشة دي هتكون مخصصة للعرقسوس. بعد كده هنجيبها ونفردها ونفرد عليها العرقسوس، ونحاول ان احنا نوزعه كده في كل مكان بحيث ان هو يكون مفروض، وهنروح نحطه في الشمس ساعتين على الاقل لحد ما ينشف زي ما احنا شايفين. الخطوة دي مهمة جدا علشان هي دي التخميرة بتاعة العرقسوس. هنربط بقى الشاشة او القماشة ربطة كويسة جدا، تتأكدي ان هي ما تفكش معاكي. وبعدين هنجيب بقى لتر مية وهنحط فيه الشاشة زي ما هي كده، وهنسيبه بقى لمدة نص ساعة، وكل شوية تضغطي كده على القماشة عشان تنزل الطعم بتاع العرقسوس كله في المية. تضغطي كويس جدا قبل ما تصبي بقى العرقسوس بتاعك، وكده يكون خلاص العرقسوس جاهز معاكي على الشرب على طول. ما بيتحطلوش سكر ولا بيتحطله اي حاجة، هو كده بس خلاص. ناخد بالنا من حتة الكربونات وما نكترش كربوناته لان بيغير طعمه. هنعصر بقى الشاشة كويس جدا من العرقسوس اللي فيها، وكده خلاص هيكون مشروب العرقسوس بتاعنا جاهز ومية مية. هنصب بقى ونعمل حركات الراجل بتاع العرقسوس لحد ما يطلع الرغاوي. شايفين الرغاوي؟ اوريها لكم تاني. انا رجعت الكوبايه وهصبها تاني علشان اوريكم الرغاوي كويس جدا. وبس كده خلاص. ده كان اول مشروب معانا. المشروب هو العناب. ده عبارة عن كركديه وتمر هندي الكور وعليهم سكر، وهننزل عليهم بمية ساقعة عادي جدا او مية من الحنفية، ونحطهم في التلاجة لتاني يوم. ده لو ضغطكم عالي هتعملوا كده، لو ضغطكم واطي ومحتاجين ان انتوا تعلوه هتغلوه على النار وتحطوه في التلاجة كده خلاص. ده تاني يوم. شايفين الروعة والجمال؟ ممكن ما تحلوش خالص وتحلوا وقت التقديم. المشروب ده جامد جدا جدا جدا. طبعا كل حاجة وقت التقديم هنصفيها، ده اساسي. تالت مشروب معانا وهو قمر الدين. هنجيب لفة من قمر الدين وهنقطعها صغير او ما تقطعهاش، تنزلي عليها بمية مغلية وسكر. برضو زي ما اتفقنا السكر ممكن وقت التقديم، وهتغطيه وهتدخليه التلاجة ليلة كاملة او 10 ساعات على الاقل لحد ما تلاقي القمر الدين بتاعك داب خالص. المشروب ده بقى هنضيف عليه حاجة تحفة، هنحط عليه مانجاية. هتجيبي مانجاية، انا كان عندي مانجا في الفريزر متخزنة، قطعتها كده وهضربها بقى بشوية من مية القمر الدين وهنزل عليه بيهم على القمر الدين. المشروب ده روعة روعة روعة. كده خلاص جاهز معانا مشروب قمر الدين. رابع مشروب هو الخروب. هنغسله وهنبدأ نكسره كده حتت صغيرة، او ممكن تجيبيه من العطار متكسر جاهز. وهنجيب كوباية من السكر وهنها على النار، ولما تتكرمل خالص هننزل بالخروب بتاعنا على السكر المكرمل. كرملة السكر دي بقى بتديله لون روعة جدا وبتديله طعامة فظيعة. هنقلبهم مع بعض شوية وبعدين ننزل عليهم بمية مغلية، ضروري جدا ان هي تكون مغلية، ونسيبهم مع بعض لحد السكر ما يدوب مع الخروب، ونحطهم بالخروب كده في التلاجة طبعا لوقت التقديم. وقت التقديم برضو هنروح نصفيهم، ولو احتاجنا سكر نضيف سكر تاني. وبس كده خلاص. ده كان رابع مشروب معانا. ندخل على المشروب الخامس. هنكرمل برضو كوباية من السكر، وهنجيب توم مجروش من العطار جاهز. ده توم مجروش. هنقلبهم برضو نفس طريقة الخروب بالظبط. هنقلبهم مع السكر وننزل عليهم بمية مغلية، ونرجع برضو نحطهم في التلاجة. الحاجات دي كلها يا جماعة ممكن نخزنها بكميات كبيرة في ازايز في الفريزر او في اكياس في الفريزر، ووقت التقديم تطلعيها قبلها يا دوبك بس تفك معاكي وتكون جاهزة على طول بدون تعب. يعني هتتعبي يوم واحد بس في ان انت تحضريهم كلهم. وهنصفيه وكده خلاص. المشروب ده برضو روعة جدا للضغط، بينزل الضغط بطريقة رهيبة. ندخل على سادس مشروب هو التمر باللبن. هنجيب كوباية لبن سخنة وهنحط فيها التمر بتاعنا والسكر، نحط عليها معلقة من الكريم شانتيه، وهنسيبهم مع بعض كده لحد ما يطروا خالص. وبعدين نجيب الخلاط ونضربهم مع بعض، نحط عليهم نص معلقة من القرفة او ربع معلقة من القرفة، ونضربهم حلو جدا مع بعض. ودوقوا بقى الجمدان ده.
وممكن نحط عليهم قراصية ومشمشية وتين حسب رغبتنا. سابع مشروب وهو اخر مشروب كوباية لبن وعليهم ربع كوباية من الجوز الهند، ودي ريحة جوز الهند عشان تزود النكهة. هنحطهم على النار ونحط عليهم سكر يدوبك يغلوا غلوتين مع بعض علشان اللبن يتشرب من طعم جوز الهند حلو قوي. وبعد ما يبردوا هنضربهم في الخلاط وعليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، ونزود عليهم مية ونضربهم مع بعض. شايفين الروعة والتحفة؟ تحفة. وده طبعا لازم ضروري جدا نصفيه علشان جوز الهند ما يضايقناش في الاكل، ونشيله في التلاجة برضو لوقت التقديم. طبعا وقت التقديم ممكن تقدمي كده من غير اي حاجة، دي صوبيا جامدة جدا وممكن نحط عليها كريم شانتيه. شايفين بقى الروعة والجمال؟ تحفة تحفة تحفة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.